هنتكلم دلوقتي عن الاس كيرف. ايه هو الاس كيرف؟ هو علاقة بين النشاط، بين الزمن، وبين ايه الكوست. يعني هو علاقة الاكس اكسس بتاعه هو التايم، والواي اكسس هو الكوست. يعني انا هجيب فلوس قد ايه، او انا مفترض ان انا احقق فلوس قد ايه، او احقق نسبة قد ايه خلال بداية المشروع حتى نهايته. ليه اس كيرف؟ لان هو بيبقى عبارة عن شكل اس. في بدايته بيبقى مرحلة الموبيلايزيشن مثلا، بيبقى الكيرف طالع ببطء، بيبقى مفيش فلوس، هو كلها عبارة عن تجهيزات للموقع، كرفانات، انقل الكرفانات، انقل جهز المكاتب الإدارية، جهز مش عارف ايه. كل ده موبيلايزيشن في الأول، مبيبقاش عليه فلوس ومتاخدش عليه فلوس. فبيبقى الأول الكيرف قليل. بعد كده تبدأ تشتغل في الاكسكيوشن، تبدأ بقى تشتغل وتنفذ، وفي مرحلة التنفيذ فبيبدأ مطلوب منك تحقق كوست كبيرة لحد ما توصل للبيك في نص المشروع. ده غالبا بيبقى هو اكتر حاجة فيها شغل، او اكتر حاجة فيها ضغط شغل. لان المفترض ان الكيرف ده ينزل بعد كده، ان انت خلاص بقى بتبدأ ترجع تاني بقى تفنش بقى فينيشنج وتقفل شغلك. عشان كده بتلاقي في الاخر الكيرف نزل تاني. عشان كده هو اس كيرف بيبقى شكل اس كده، بيطلع ثم بيرجع، بيبقى وصل للبيك بتاعه في النص ثم يرجع ينزل تاني. تقدر كمان تقارن بالاس كيرف ده، تبدأ تقارن البلاند ويز اكشوال. طبعا الكلام ده الاكشوال هنعرفه بعد الابديت. احنا دلوقتي هشرح لكم ازاي تجيب البلاند وازاي تعمل اصلا اس كيرف وازاي ترسمه. اكسل شيت هنا اهو، ده مرفق في المحاضرة. الكلام ده انا جبته ازاي جبته من البروموفيرا. بس انا دلوقتي احنا جبناه من البروموفيرا، بس احنا هنجيبه بعد المحاضرة الخامسة هنتكلم ازاي احنا جبناه. ان انا دلوقتي انا بشرح لك الفكرة كسيكونس يعني. فرضا ان انا عندي ده من مشروع من يناير 26 لحد ديسمبر 26. تمام. الحاجات دي انا جايبها من البروموفيرا. المفترض ان انا اجيب في اول شهر مليون ونص، ثم بعد كده مليون 800، 2 500، 3 100. ده كل شهر. في حاجه اسمها انترفال وحاجه اسمها كوميوليتيف. يعني ايه انترفال؟ يعني المفترض ان انا اجيب كل شهر فلوس قد ايه، دي طبقا للمقايسه طبعا. يعني المالك المفترض إن هو هيديني فلوس قد ايه، او انا هعمل له شغل بيساوي قيمه فلوس قد ايه، طبقا للبي او كيو بتاعته. مش طبقا لفلوسي انا، ماليش دعوه بفلوسي. فلوسي دي مالكش دعوه بيها، ده كوست كنترول. ده مش بلاننج خالص. بلاننج انت ليك علاقه بالايه، بالبي او كيو. فده هتجيب كل شهر قد ايه. اللي تحت بقى الكوميوليتيف ده عباره عن الاجمالي التراكمي. يعني انا اول شهر كنت جايب مليون ونص، يبقى طبعا اول شهر مليون ونص. الشهر اللي بعده يبقى المليون ونص زائد المليون 800. تلاقي هنا عبارة ايه، بلس ده زائد ده. اللي بعده هتلاقي عبارة عن ده زائد ده، وهكذا. تسحب بقى المعادلة دي كده للآخر لحد ما توصل لإيه، لإجمالي المشروع 32 مليون مثلا. يبقى ده اللي المفترض أجيبه كل شهر انترفال. إنما ده الكوميوليتيف، إن أنا مفترض الإجمالي كله. تحت بقى حولته النسبة إزاي؟ كل اللي أنا عملته إن أنا بيساوي، قسمت ده على إجمالي المشروع أهو. وعملت F4 عشان بس أثبته هنا أهو. دوس كده F4. هي معمولة أصلا عشان كده، مش تسحبها بعد كده. اتظبطت معايا هنا اهي. ثبتت بعد كده المعادلة دي خلاص. أي حاجة هتلاقي دي عبارة عن دي على دي. هنا نفس الكلام برضو، دي على دي. نفس الكلام تحت. هقسم ده على ده وأثبت ده برضو بالساين دولار كده. يبقى أنا في الآخر عرفت المفترض إن أنا أجيب في أول شهر 4 85، تاني شهر 5 65، تالت شهر 7 49. ده انترفال برضو. طب كوميوليتيف بقى 4 85، إجمالي 10 40، إجمالي 17 90، لحد ما أوصل ل100%. ده الفرق بين الانترفال والكوميوليتيف. الانترفال ده مطلوب مني كل شهر، انما الكوميوليتيف ده اجمالي التراكمي اللي قبله كله بيجمعه ايه، بيجمعه معايا. تمام. ده هو الاس كيرف، بيبقى بالشكل ده كده. بتلاقي في الاول بيبقى مشروع يعني طالع ببطء شويه، ثم بعد ذلك البيك بتبقى في نص المشروع. بعد كده يرجع ينزل تاني في اخر المشروع. ايه هو المان باور والهيستوجرام والايكويبمنت هيستوجرام؟ المان باور هيستوجرام هو نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه، كعلاقه برضو تايم، بس مش مع كوست بقى، مع يونت. مع يونت يعني ايه؟
شايفين الشيت ده كده؟ انا مفترض ان انا محمل الريسورسز بتاعتي كلها على البرومافيرا. كل اللي عملته ان انا طلعتها من البرومافيرا من هنا اهو، وخدتها كده، وطلعت اليونت بتاعتها، الكميات بتاعت كل شهر، عدد العمالة خلال الشهر من يناير لحد ديسمبر. بس هو ده البادجت يونت، علاقة بين التايم مع اليونت. انا في شهر يناير، هنا برضو ده شكل التشارت ده بيظهر لك ايه الاوبريتور مثلا باللون ده قد كذا، ممكن الانجينير قد كذا. فهي علاقة تايم مع ايه، مع يونت. انا محتاج عمالة قد ايه في الشهر ده من كل ايه، من كل نوع. بجيبها منين؟ هي طبعا من البروموفير. احنا هنا مش محملين ريسورسز لسه، فمش هنا اهي. لو افترضنا مثلا ان انا لا موجودة اهي، نعمل كده كليك يمين. برضه مش عايزك يعني ايه ما تركزش قوي في الحتة دي، احنا هنتعلمها بعد المحاضرة الخامسة بشكل اكتر تفصيلا. بس هنفترض ان انا خلاص باجي هنا جروب اند سورت بالريسورس، تمام، واختار افلتر على الريسورس تايب. تمام، تختار الريسورس تايب تخلي نوعه ايه. احنا دلوقتي هنتكلم عن النون ليبر مثلا، ماشي. مفيش نون ليبر، نشوف الليبر اهو. هو كاربنتر بس، تقفل ده كده. يبقى انت عندك هنا عامل، تظهر هنا كليك يمين سبريد شيت بادجت يونت، وتختار الكاربنتر ده كنترول سي، وتيجي هنا في الاكسل شيت كده كنترول في بس. هو ده يا سيدي كل الموضوع كله. بعد كده بتاخد الاسم ده هنا اهو كنترول سي، هنا كنترول في كاربنتر مثلا. وبعد كده تاخد ده ايه كنترول شيفت رايت لحد الاخر، وتاخده كنترول سي. طبعا هنا ظاهر باليوم وبالاسبوع، فباليوم هنا، فطبعا الكلام ده مش هيبقى مظبوط. بتظهر التايم سكيل من هنا year بير مانث. يبقى عندك هما 4 أو 5 قيم هتحطهم. بس طبعا ده مشروع تاني يعني، انا بس بفهمك يعني ايه من باور هيستوجرام، ويعني ايه ايكويبمنت هيستوجرام. نفس الكلام في الايكويبمنت. لو انا متحمل عندي هنا النون ليبر، لو دوست عليه هيظهر لي النون ليبر مثلا. وبعد كده بنفس الطريقة. طب لو كوست، هنا في كوست اهو، هاخده كده بنفس الطريقة في الكاش فلو. ده الكوست، ده الكاش فلو بقى، بس مش بظهر البادجت يونت، بظهر الايه بادجت كوست. كده كوست، بادجت كوست، ابلاي، اوكي. ممكن تظهر البادجت بس، نشرحها مع بعض عادي، وبعدين نبقى نشرحها تاني. كاش فلو اهو، اجي هنا كنترول في. كل اللي انا عملته ان انا عملت كنترول في، ما عملتش اكتر من كده. طلع لي في حاجات اس ار، لان انا حاطط القيمه بالريال السعودي. كنترول فايند ريبليس، اعمل ريبليس للاس ار ده، ريبليس اول، خلاص اوكي. وبعد كده اخد القيم دي كنترول سي، احطها عندي فين، في الكيرف ده مثلا. كنترول في، افترض بقى ان مفيش حاجه دلوقتي هنا خلاص يعني، كل ده ديليت دلوقتي. من اول هنا، من اول يناير لحد ابريل مثلا. عايز اجيب الكوميوليتيف بقى، يبقى ده بيساوي ده. اول واحد هو مفيش حاجه قبله. بعد كده ده بيساوي ده زائد ده، وبعدين اسحب المعادله دي. تمام، يبقى انت كده جبت الايه الاجمالي بتاعك. طب تحت بيساوي ده، هو كنت انا عامله بيساوي ده على اجمالي ده كله. لا، انا عايز بقى ده على الاجمالي بتاع المشروع كله، اللي هو ده، ما ده الكوميوليتيف. واسحب المعادله على اول 4. نفس الكلام هنا على ده، واسحب المعادله برضو. هتقفل معاك في الاخر كام؟ 100%. يبقى انت ماشي صح. تمام، احنا ماشيين تمام. وده الكيرف بتاعك. هو طبعا هنا ايه مش منطقي شويه، عشان في قيم بعديه ظاهره، فهو ايه قافل لتحت. بس هو عامه هو مفترض ان هو خلاص وصل ل100% هنا اهو. بس ده كده الايه الاس كيرف بتاعي. تمام. المان باور هيستوجرام قلنا بيتعمل ازاي. هو نفس الكلام الايه، هو الايكويبمنت هيستوجرام. في بقى نقطه مهمه هنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي الدي سي ام اي.